هذه إحدى الأخوات تخبر بقصتها، تخبر إحدى قريباتي وقريبتي تعلمني. تقول حنا مجموعة أخوات، يعني 4 أو 5 أخوات، يعني عشت نشأة يعني طبيعية في بيت واحد كذا، نشأة يعني متشابهة. إلا أن تقول واحدة من خواتي، طبعا كلهم متزوجة كلهم معلمات أو أغلبهم معلمات، تقول سبحان الله واحدة من أخواتي وضعها غريب، يعني وضعها غريب، نشوفها يعني أمورها جدا مسهلة، حياتها كلها جميلة هادئة، هي وزوجها تقول زي العصافير، بوصفة تقول زي العصافير والنساء يدققن على مثل هذه الأمور. تقول أحيانا إذا جينا عند بيت الوالدة يجتمعوا مع الأخوات يفضفضن النساء البعض أي تشتكي من زوج، يعني بعض المشاكل وكذا، أو أم زوجها أو كذا أخواته. تقول إلا هي ما عمري سمعت يوم إنها اشتكت من أحد. الحياة تقول كذا ماشية نغم متناغمة، هي حياة وأسرتها وأولادها. تقول كبروا عيالنا وكبروا بناتنا، زوجت بناتها، أختي هذه تقول زوجت بناتها شباب زي الورد، وبناتها يعني الهنا والسعادة أصبحت كأنها ورث، يعني إرث سلالة. تقول يوم من الأيام سألتها، يعني وضع يعني غير طبيعي اللي قاعد يصير ذا غير طبيعي. تقول سألتها، قلت يا أختي أنا والله ما يعني ما أحسدك وأقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن أنا ألاحظ ما شاء الله تبارك الله أنت وزوجك وعيالك وكلكم يعني حياة. إيش السر؟ أكيد عندك سر، أكيد عندك خبيئة. حاولت ألحت عليها، تقول والله ما أذكر شيء يعني إلا موقف واحد. تقول أول ما تعينت في قرية جنوب مكة تقريبا، يعني 150 كيلو 200 كيلو، جت الساحل وكذا. تقول في قرية في مدرسة ابتدائية، تقول أنا كنت أدرس 5 و6، وكنت أسمع في غرفة المعلمات يسولفون المعلمات وكذا، والحديث يدور حول طالبة في الصف الأول الابتدائي. الطالبة هذه سبحان الله مهملة، يعني هم كلهم في القرى أحوالهم تكون يعني بسيطة، إلا هذه بزوج متسخة، كأنها يعني ما تفهم أو غبية أو كذا، ما تسمع، غير متجانسة مع المحيط اللي حولها، وفي الدراسة متعبانة. يقول مدرسة حقت الصف الأول دا تشتكي منها، ومدرسات يسولفون. تقول فبحثت عنها حتى لقيتها، وهذه يبدو أنها مدرسة تربية فنية أو كذا، عندها مقر خاص. تقول أخذتها وللمقر اللي عندي، وبديت أسولف معها شوي وكذا وأخذ علومها. اتضح أن البنت مسكينة، والابتدائي لاحظ أبوها مطلق أمها، ولا أبو تزوج ولا أم تزوجت، وحطوها عند جدتها أم أبوها. وتعرف جدة وفي قرية لا تعرف يعني دراية البنات ولا تمشيط الشعر. تقول حتى رائحة شعر ما ادري في زيوت وكذا أشياء. تقول سبحان الله اهتميت فيها، قلت لها اسمعي يا ماما. تقول كذا، قلت لها اسمعي يا ماما، أول ما تجين من المدرسة الصباح تعالي لي هنا. تقول إذا رحت مكة أقول لأخواني في العصر ودون السوق، أخذت لها شباصات ومدري وش هو وأشياء للبنات. تقول جعلتها شغلي الشاغل، ما شاء الله شغلي الشاغل. أخذها كل يوم لغرفة الفنية هذه، وأقريها وأعلمها وأدرسها وألبسها. تقول والله إني حتى جبت شامبو معي، وقمت أغسل شعرها عندها يبدو مغسلة وكذا، ورتبها وضبطها. لا إله إلا الله. وحرصت هنا نقطة تحتها سطرين، لا أحد يدري. قلت لها خليه هذا الشيء بيني وبينك، لا تعلمين أحد من البنات. بيض الله وجهك. أي تقول سبحان الله. ويوم البنت أصلا البنت جميلة، لكن سبحان الله سوء الحال وكذا، يوم بان وجهها وبان شعرها وبان لبسها. أيوة. تقول وصرت أسمع المعلمة اللي تدرسها تسولف عنها، تقول يا بنات البنت تغيرت ما شاء الله، صارت كذا مدري وسولف. تقول وأنا كتمت هذا في نفسي. تقول وظليت معها 1 2 هي قالت 3 سنوات أو 4 سنوات، البنت صارت 4 أو 5. تقول وأنا منضبطة معها وكأني أمها، وحاطت حتى بداية العام الدراسي تقول والله نشتري لها شنط
ودفاتر واشياء حقت البنات وحاجات كذا، يعني البنات يعرفونها وكذا. الله أكبر. تقول وانتقلت من المدرسة، وهذاك آخر عهدي فيها، وبدأت في حياتها، تزوجت الظاهر وكذا. تقول وبعد تقريبا 20 سنة، أنا ما الله المستعان، بعد 20 سنة تقول رحت دارة التعليم، يبدو أنها كانت معلمة حفل تقاعد أو كذا. تقول رحت الحفل وكذا، تقول وجاتني واحدة يعني أبلة جميلة كذا ومرتب من منظمات الحفل، قالت أنت أبلة فلانة؟ قلت لها إيه. تقول وتحضني، أنا ما أتحمل الموقف. تقول وتحضني وتقبل رأسي ويدي. قلت لها، قالت أنا فلانة بنتك فلانة. سبحان الله. تقول أنا تقول ذلت أنا أخبرها الآن ما شاء الله تبارك الله. تقول يا أبلة ما نسيتك من دعائي لا إله إلا الله. تقول جدتي والله كل ليلة تدعي لك، الله لأنها لمست غير انتشلتها انتشال. سبحان الله سبحان الله. تقول جدتي في كل ليلة تصلي وتدعو لك إلى أن ماتت رحمها الله. يا سبحان الله، لا إله إلا الله. وأنا والله يا أبلة ما نسيتك لا في حج ولا في عمره ولا في صيام، إلا أدعو لك أن يصلح لك الله الذرية والنية وأن يبارك لي في عملك وفي وقتك. الله. تقول سبحان الله، لعل هذا العمل هو الوحيد اللي أذكره. فأنا أقول سبحان الله، يا أخي اعذروني والله ما أتحمل. سبحان الله. أنا أقول من هذا المنبر هنيئا لمن نام وهناك عيون تدعو له، أفئدة أكباد تدعو له في ظهر الغيب وهو لا يعلم. كم من توفيق، كم من سلامة، كم من نجاة من مصيبة، كم من رزق ساقه الله لك، كم من دين قضي، كم من أبناء نصرحهم الله بفعل معروف صنعته ونسيته. وفي الجانب المقابل نسأل الله العافية والسلامة. كم من رجل ينام ملء عينيه ويأكل ملء بطنه ويضحك ملء شدقيه، وهناك أكباد وقلوب مكلومة تدعو عليه. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أوصي نفسي وإياكم بالخبيئة التي لا يعلم بها أحد إلا الله، لا يعلم بها إلا الله. صدقة، إحسان، بر، وتحرص أن يكون بينك وبين الله. والله وبالله وتالله لا ترين أثرها في أولادك وفي صحتك وفي نفسك. هذه المرأة تقول أصبحت كالسلالة، السعادة والأنس أصبح والتوفيق كسلالة في ذريته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدعى لهم ولا يدعى عليهم. أسأل الله أن ينفع بهذه القصة قائلها والسامعين. جزاك الله خير. رحم الله. واستغفر الله وأتوب إليه.